صعبه، مباراه القمه دايما معروفه اللي هي مباراه صعبه، اللي بيبقى مركز اكتر، اللي بيبقى عنده طموح اكتر اللي هو يكسب، فدي ربنا بيكرمه. فالحمد لله افتكر ان احنا عملنا كده، فالحمد لله ربنا كرمنا من اول دقيقه، فدي كانت حاجه كويسه جدا، فالحمد لله يعني. مش سهل ان حد يجيب جونين في ماتش القمه، جونين وجولين حلوين. والله الحمد لله طبعا يعني دي حاجه كبيره جدا، يمكن مكافاه من ربنا ان انا سجلت جولين النهارده في مباراه القمه، فدي حاجه كبيره جدا، فربنا يكرمني ان شاء الله، وما يبقوش كده بس، وان شاء الله اكتر واكتر ان شاء الله. حسين، يعني اي حد شايف الدور والمستوى المميز اللي انت بتقدمه طول الوقت مع الفريق، ده بينعكس عليك انت بايه؟ والله طبعا يعني بينعكس ان الواحد طول ما انت بتجتهد وطول ما انت بتتقي ربنا في شغلك وفي كل حاجه، فدي حاجه كويسه جدا، فانا الحمد لله مكمل على كده، ان انا بكمل على كده وان انا بجتهد، فدي حاجه كويسه جدا. ودعاء امي طبعا، ودعاء زوجتي واولادي واخويا واخواتي والناس كلها اللي داعمه فيا والجمهور الاهلي، فدي حاجه كبيره جدا، فالحمد لله انا بحاول ان انا اجتهد اكتر واكتر، فربنا يكرمني في اللي جاي ان شاء الله. العلاقه اللي بينك وبين جمهور الاهلي مش سهل انها تتواجد بين لاعب وبين جمهور الاهلي تحديدا. لان انا واحد منهم، لان انا واحد من الجمهور، فطبيعي ان العلاقه تبقى كويسه جدا ما بيننا، ودي حاجه كويسه، فربنا يكرمنا ودايما المحبه تفضل ما بيننا، مش بين حسين وجمهور الاهلي بس، بين لعيبه الاهلي كلها، وان الجمهور كله ده عندي قدام. في احتفالات في السلام النهارده؟ والله مش عارف، بس انا هظبط يوم عشان احتفالات الدوري والكاس والسوبر وافريقيا، كل ده يبقى في يوم واحد، بس يتقالوا جمهور السلام. مش سهل يا كابتن ان انتوا الفريق وحسين الشحات واللعيبه اللي في الفرقه كلها حققت كل حاجه تقريبا السنه دي. والله طبعا دي حاجه كبيره جدا ان احنا نحقق بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله السوبر وبطوله افريقيا، فدي حاجه كبيره جدا، فالحمد لله والله، فيعني دي حاجه كبيره، وان احنا نفضل على كده ونكمل على كده، دي زي ما قفشه بيقول الخير مش اللي جاي، الكم اللي بعد كده، فاحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، ونكمل على كده ان شاء الله، ونحقق باذن الله. محمد تقول له ايه لا بقى؟ بيعمل ايه؟ لا بيعمل كتير. لا لا والله محمد بقول له ربنا يخليك ليا ودايما في ظهري، وان شاء الله ونكمل على كده، عايز يحضر فربنا يخليك ليا والله، ودايما في ظهري، وان شاء الله دايما مع بعض ان شاء الله، وربنا يرحم ابويا، واتمنى الناس كلها تدعي له ويدعي لابو مروان عطيه النهارده، وربنا يرحمه ان شاء الله ويجعل اخر حساب، ويخلي لي امي وزوجتي وولادي واخواتي، وربنا يخليهم ليا ودايما في ظهري ان شاء الله. ودايما مان اوف ذا ماتش كل ماتش ان شاء الله. انت اللي بتاخد الجوائز دي؟ فيديو والدتك كانوا حاجه كده بتزاني فيديو بتاع والدتك طبعا الحمد لله والله، طبعا والله يعني دي حاجه كويسه جدا، فزي ما بقول لك دعاء والدتي ودعاء زوجتي ودعاء اولادي ودعاء اخويا محمد واخواتي واهلي واصحابي والجمهور والناس كلها، دي حاجه كبيره جدا. يا جماعه انا صاحب الفكره والله العظيم، حسين ما كانش يعرف حاجه ولا المركز الاعلامي كان يعرف حاجه، بس راجل بالفكره من الاخر كده. ها تعمل ايه في السلام يا حسين بقى؟ انا قلت لك ان شاء الله نحتفل، بس اليومين الجايين دولت في احتفال كبير للسلام، دعوه للسلام كلها. دعوه للسلام، بس مش هقول امتى، اللي جاي ان شاء الله.